عليكم، واش راكم لاباس؟ راكم ملاح بخير؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. ونبداو خواتاتي بهذا المنظر الشباب اللي جبت لكم من الحديقة تاعي اللي في البالكون. شوفوا خواتاتي، اليوم جبت لكم واحد الوصفة ديريها وعينيك مغمضين كما تقول يما، ربي يحفظها ان شاء الله ويشفيها يا رب العالمين ان شاء الله. تسمعني على بالي هي ما تشوفش بصح تسمع، معليش. المهم خواتاتي، اليوم جبت لكم وصفة سهلة مهلة تقدري ديريها بمكونات كاينة عندك في الدار. وهذا التدبيرة ولا الوصفة هذه اللي جبتها لك السهلة، جبتها للنساء اللي ما عندهم والو يعني تروح تشوف تلقى روحها ما عندها لا لحم لا دجاج لا والو، تقول يا ربي واش ندير اليوم. مهم اذا عندك رز وعندك حبيبات خضراء تجيبيهم وروحي. كما شفتي راني درت البصل، درتو يتقلى فوق النار هو وسنينات تاعتو. كي يذبالو تروحي تشوفي هذيك الحبه تاع الزروديه كلي كنتي سكرفشتيها من قبل، تجيبيها وتخلطيها معاهم وتزيدي تخليها طيب شويه. روحي تجيبي المكونات اللي عندك تاع التوابل، روحي شوفي واش عندك وتجيبي ديريهم هنا. انايا درت هنايا كما راكم تشوفوا، درت فلفل عكري عفوا، درت فلفل الكحل، درت توابل تاع الدجاج، درت الكركم وزنجبيل وراس الحانوت، وخلطتهم مع هذاك الخليط الاول. ومن بعد درت كانت عندي حبه طوماطيش سكرفشتها هي ثاني وزدتها للخليط وخليتها تبالت. كي تبالت زدت هنايا راكم تشوفوا هنايا درت الملح كنت نسيتو وفلفل الكحل. ما تنساوش خواتاتي الملح على بالكم، هو لما درتوش يعني الماكله ما يشرحها تنتكل. مع كما راكم تشوفوا ثاني هنايا راني مرقت، درت 2 كيسان ماء ونص هكاك. المهم ثاني عينك هي ميزانك، اللي عندهم تجربه في الطياب يعرفوا كيفاش يديروا بلا هذيك تاع بالمقادير. انا والله ما نعرف نطيب بالمقادير. كيما راكم تشوفوا هنايا، وهذيك العود تاع القرفه نسيت ما قلت لكمش عليه، وديروها بجهه وخلوها طيب. نقصوا لهذاك الفرن باش ما تنحرق لكمش المقله، وغطوها وروحوا من جهه واحده اخرى. جيبوا قدره، جيبوا زوج كيلات تاع ماء مع كيلة تاع رز، يعني القاعده هذه معروفه في العالم كامل. كي يغلي الماء ما تنسيش الملح والزيت باش ما يلصقلكش الرز. هنا يعني درتهم وخليتهم يطيبوا في طيب. كي تخلي الرز يتعجن لك، اذا تعجن الرز يعني مع الماكله هذه ما يشرح تجي بنينه. والرز غير شوفي روحك واش ديري به ليبولات ولا ديري به اي تدبيره واحده اخرى، غير ما الرز يتعجن ما يشرح تجيك الماكله بنينه. هنايا بعد كي طاب هذاك الرز 91% هكاك، ورحت انايا صفيتو ورديتو فوق هذيك المرقه اللي خلطته بيان، خلطته مليح كما راكم تشوفوا، خلطته مليح وخليتو هذيك 10% اللي كنت خليتها مع الاول ما طيبتوش، زدتها هنايا خليته يطيب واحد الدقيقه هكذاك قيس ما يشرب هذيك البنه تاع لاصوص. ومع تالي اختي هنايا دوكا تشوفيه في الطبيسي هذاك، والله العظيم يشهي. ما تخافيش ما تقوليش ما عنديش انايا واش نطيب، روحي شوفي مع مخك هكا، شوفي واش ديري تدبيره. معليش ولا ما عندكش تقدري تدخلي اليوتيوب، كاين بزاف نساو ولا غير يطيبوا ماكلات يعني هكا خفاف وما فيهم لا لحم لا طون لا دجاج. ما بصح ما تنسايش اذا عندك تيار هنايا كان عندك الدجاج ولا اللحم ولا غير زيدي باش تزيدي بنه، تزيدي تانيك قرعه سكرفتيها، تزيدي واسمو هذاك الطرشي تاع هذاك تاع الالوان. والله العظيم غير تزيد بنه وتزيد يعني منظر اكثر من هكا شباب. بصح مالغري هذه الماكله يعني جات مكونات بسيطه بصح والله غير بنينه وكلاوها انا ولادي كملوها كامل. وشوفوا هنا يعني نوريكم بلي الرز جا مزربع ما جاش معجن. ديروا التعاليم تاعي راح تجيكم هايله. عندي واحده التدبيره خواتاتي هنايا خفيفه ظريفه تاع زيت الزيتون، اذا حبيتي تعرفي لا مدغول ولا حر هنايا روحي ديريه في الكونجيلاتور، اذا جمد لك اذا خرجتيه بقى جامد عارفيه بلي مليح. المهم مع التالي خواتاتي هنايا ما تنساوليش هذاك الجام
بنتي، ربي يخليكم ان شاء الله ويعطيكم صحتكم. اشتراك. باي باي.